ليه لما الست بتنفعل قدامك وبتتعصب وبتتخانق انت بتتجمد، بتسكت خالص، او بتاخد جنب، تدخل كده الاوضه وتقفل على نفسك، بتسيبها لحد ما تهدى من وجهه نظرك انت كراجل؟ لان انا لو اتكلمت معاها دلوقتي الخناقه هتكبر، فانا هسيبها تهدى شويه وبعدين ادخل واتكلم معاها. هدي لك مثل، او هرجع اقول لك بس كلمه. تعرف انك بتعمل مصيبه؟ تعالى بقى اقول لك المصيبه دي ممكن توصلنا لايه، وازاي اصلا نحل الموضوع من غير ما نوصل ان يكون في مصيبه. تخيل كده نفسك قاعد في البيت وحصلت حريقه، حريقه صغيره جدا، فانت جريت كلمت المطافي، الو الحقونا البيت فيه حريقه. فاللي رد عليك قال لك يا فندم اصبر شويه، النار هتهدى. انت هيكون رد فعلك ايه؟ مراتك على فكره بتكون كده، مراتك قاعده مستنياك تيجي تهديها او تقول لها انت اغلى حاجه عندي، مش تاخد جنب وتسيبها لحد ما تهدى. مراتك في الوضع ده او خطيبتك او صاحبتك او ايا كان شريكتك، هي زي الحريقه بالظبط كده. فلما انت بتسيبها الحريقه بتكبر وبتزيد، مش عايزه اقول لك ممكن توصل لايه. لكن لو انت لحقتها بشويه ميه صغيرين وهي لسه في اولها، الموضوع هينطفي تماما وكانه ما كانش موجود. كلمه صغيره منك في بدايه كل مشكله ممكن تحل اكبر مشكله. تحضنها، تقول لها انك بتحبها، تقول لها ان هي اهم حاجه في حياتك. وبعد كده هنتجادل وهنتناقش في اساس المشكله، مش هندخل قصاد بعض احنا الاتنين ندين لبعض ونشوف مين اللي غلطان ونثبت وجهات نظرنا. ايا كان مين اللي غلطان، في الاول وفي الاخر هي اختارتك او انت اخترتها دونا عن الدنيا كلها. ركزوا قوي قوي في انك ما تسيبش الحريقه تكبر، والحقها وهي لسه في اولها.